السلام عليكم في كل مكان حيثما كنتم. سلام على قلوبكم جميعا. الحلقة النهاردة بتتكلم على طفل التوحد. أعراض التوحد إيه؟ نقاط القوة إيه؟ ونقاط الضعف إيه؟ وهل هو مرض ولا عبارة عن مشاكل في السكيلز وتأخر في النمو فقط لا غير؟ معاكم رندا إبراهيم السيد. هنتكلم النهاردة على كل النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها دي. تابعوني لآخر الحلقة علشان في حاجات مهمة جدا كل أم وكل أب عايزين يعرفوها، لازم يعرفوها في نقاط القوة بعد نقاط الضعف، علشان دي هتطبطب على قلوبهم كتير جدا بالنسبة لأولادهم إذا كان عندهم أعراض التوحد. كل 4 أطفال على مستوى العالم في طفل عنده توحد، وكل 34 طفلة في طفلة عندها توحد. لما لقوا ان الأولاد عندهم أكتر من البنات قالوا خلاص يبقى المشكلة كلها في الكروموزومات. عملوا أبحاث تانية قالوا لا دي جينات. عملوا أبحاث تانية قالوا لا ده الأكل اللي بتاكله كل ست بتبقى حامل في ابنها. من الأبحاث دي للأبحاث دي، كل دي بتدور على أسباب. الحلقة دي مش بتدور على الأسباب، الحلقة دي بتدور على علاج الأعراض اللي موجودة لغاية ما ربنا يسهل ويبعتوا لنا السبب الرئيسي اللي نقدر نعالجه ونشيله من جذوره. علامات التوحد بتبقى موجودة فيها نقاط ضعف ونقاط قوة، ولكن هل هو مرض؟ لا، هو مش مرض، لأن العلماء قالوا لو هو مرض يبقى فيه وجع، يبقى فيه ألم، يبقى فيه حاجة لازم تتعالج عضوية. لكن كل المشاكل عبارة عن عدم نمو اكتمال النمو الإدراكي عند مريض التوحد أو اللي عنده علامات التوحد. أطفال التوحد بيبدأوا من سن الولادة، ولكن ما بيبانش غير لما بيبدأ يتعامل مع الأم أو الأب. إزاي؟ في بداية 4-5 شهور لما تيجي تبصي للطفل تضحكي معاه أو تعملي له بإيديكي كده، ما يبصش على الحركة اللي بتعمليها بإيديكي، هو ولا بيبص يمين ولا بيبص شمال، فالأليرت عنده في العين ضعيف جدا أو معدوم. كمان لما تيجي تضحكي معاه ما يضحكش خالص، مفيش أي مشاعر بتطلع في وشه، مفيش أي حاجة بتقولك هو مبسوط أو مش مبسوط أو زعلان، وشه مش بيبين. نمرة 2، تبصي تلاقي في تأخر في المشي، في تأخر في الكلام. بعد كده لما يجي يحتك بأطفال في سنه، في السن 18 شهر أو 2 أو 3 سنين، تبتدي تبصي تلاقيه يحب الانعزال، وبالتالي ما يحبش ان هو يتعامل مع أطفال. حتى لو انت حاولتي زقتيه على الأطفال هتلاقيه قاعد مع نفسه في حالة من السيبريشن. حالة السيبريشن دي تحسي ان هو بيلعب مع الأشياء اللي حواليه، ما بيقدرش يتعامل مع بني آدمين. بالنسبة للطفل التوحد لما بيبقى متأخر في كل الحاجات دي، بيحصل عنده إنه هو بيتعامل مع نفسه أكتر، وبالتالي ممكن يبقى عايز يعبر عن مشاعره، فعشان يعبر عن مشاعره يوصل لمرحلة من الأجريشن، أو إن هو يبقى عصبي لأنك أنتي مش قادرة تفهميه، مش قادرة تعملي اللي هو عايزه. عرض تاني بيعمله لما بيبقى بيعمل حركات بإيده كده، أو حركات واهتزازات براسه، أو يعمل سبين ويلف حوالين نفسه، يفضل يلف حوالين نفسه بطريقة اللي هو ما بيدخش. يعني سبحان الله. أطفال التوحد عندهم حاجة كمان غريبة جدا، ودي بقى في نقاط القوة. قبل ما نتكلم في نقاط القوة، عايزة أقول إن كل أم وكل أب ممكن يكون عندهم المراكز غالية جدا على مستوى العالم، ممكن يمارسوا بعض الحاجات اللي ممكن يعملوها في البيت اللي تساعد في يعمل أبجريد لكل السكيلز بتاعت الطفل علشان يفيد نفسه ويفيد اللي حواليه. من ضمن الحاجات المهمة جدا ان هو علشان ما يتعرضش لأي مشاكل مع حد، ما حدش يأذيه، ويقدر يجي يتكلم ويقولك ماما انا تعبان، او في حد عمل كذا، او في حد ضايقني، يقدر يتكلم ويقدر يتواصل معاكي، او ان هو يعبر عن مشاعره، يبقى في كوميونيكيشن ما بينه وما بين الاخرين. دي حاجة مهمة جدا. في بقى مراكز القوة، ودي عايزين نتكلم فيها ونطبطب بيها على قلوب كل ام وكل اب. أقوى حاجة موجودة عند طفل التوحد الذاكرة والذكاء. تبصي تلاقي إن الطفل ده أخد الحاجة اللي أنت عطيتها له، إذا كان مذاكرة، إذا كان حسابات، إذا كان فيزياء، أحياء، كيمياء، الحاجات دي تبصي تلاقي إن هو
واخد فيها درجات حلوة جدا وفاكرها كويس قوي، فاكر مواقف معينة، فاكر تواريخ معينة، فاكر هو قاعد قد ايه قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر، فاكر هو قاعد قد ايه عند صاحبه الفلاني، فاكر هو شاف مين السنة اللي فاتت في الشهر الفلاني. عنده قوة ذاكرة غير طبيعية، دي نمرة 1. نمرة 2، الذكاء بتاعه يقدر يشوف بيه مشاعرك، الرياكشن بتاعك، انت متضايقه، زعلانه، فرحانه، في حاجه مضايقاكي منه، في حاجه مستنياها منه، كل الحاجات دي بيقدر يقراها من وشوش الناس ومن وشوش اللي حواليه. بس الناس اللي حواليه مستقليين بذكائه. لكن لو انت قدرتي تستخدمي نقاط القوة دي، الذكاء والذاكرة، في ان هو يحصل يعني يوصل لدرجة كويسة جدا في الدراسة، انتوا مش متخيلين ولادكم ممكن يوصلوا لإيه. في مثل كبير جدا هديهولكوا تطبطبوا على قلوبكم بيه، دكتور محمد الناظر. دكتور محمد الناظر هو طبيب جلدية وتجميل. هو كان عنده توحد والاهل ما كانوش يعرفوا، بالرغم ان هم هاي educated، لكن كانوا مش قادرين يعرفوا ان ابنهم عنده توحد. ليه؟ لان هو شايفين انه الابيليتي بتاعته، يقولوا ايه ده، هو مش قادر يذاكر اكتر من كده، مش قادر يعمل رياضه اكتر من كده، مش قادر يتعامل مع الناس اكتر من كده. لا، ده بيبقى نوع من انواع التوحد او طيف التوحد، زي ما بيقولوا هو اوتيزم او اوتيزم سبيكتروم ديس اوردر، هو نفسه التوحد، ولكن هو ليفلز معينه. وبالتالي الاعراض اللي انا قلتها من اول الفيديو ممكن تكون موجوده كلها في واحد، ممكن تكون موجود نصها او ربعها، بتختلف من شخص للتاني. عشان كده في انواع من الاوتيزم او التوحد. هنشوفكم في الحلقات الجديده نتكلم فيها على علاج التوحد، بس هتبقى الفيديوهات صغيره علشان نقدر نتكلم على كل سلوك معين ابنك لما بيبقى متعرض له انت ازاي تتعاملي بيه. وبالتالي في حاجتين هتستفيدي بيهم. اول حاجه، ممكن توفري فلوس السنتر او مركز التوحد اللي انت بتروحي تعالجي فيه ابنك، لو انت مش قادره انك انت تساعدي في حاجه زي كده. نمره 2، لو انت قادره وتكملي معاه في السنتر، هو اصلا مهم جدا كل ام وكل اب السنتر يعلم، والام والاب يبقوا عارفين هو بيتعلم ايه، علشان يكملوا من بعد وجود المتخصصين عشان يمشوا معاه على نفس المنهج اللي هم ماشيين عليه هناك. وبالتالي بيبقى المجمل المحصل كله هيعود بالنتيجة بالإيجاب على طفلكم وابنكم. ربنا يحميهم يا رب، يخليهم لبعض ويخلوه لكم وتفرحوا بيهم إن شاء الله. هنستناكم في الحلقات اللي جاية، ومستنية منكم كل الكومنتات اللي ممكن أفيدكم بيها، وأنا هرد عليكم فيها. شكرا لكم، سلام عليكم.